السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده أول فيديو في القناة، فقبل بداية الحلقة متنساش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأنا عارف إنكم أول مرة تشوفوني. القناة دي هتكون قناة خاصة بالتكنولوجيا، هنزل فيديو قريب هيكون تعريف عن القناة، بس أنا حبيت إني أعمل مراجعة الأول عن الموبايل بتاع النهاردة، وبعدين أعمل فيديو اللي هو تعريفي عن القناة وكده. فالمهم قبل بداية الحلقة متنساش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبإذن الله القناة دي هتفيدك من ناحية الموبايلات، أي حاجة في التكنولوجيا عموما. إن شاء الله هحاول أقدم لكم أفضل محتوى أقدر أعمله. طيب مراجعتنا النهاردة على الموبايل ده الوان بلس 12 ار. الموبايل شاريه من حوالي شهر، فبسم الله خلونا نبتدي على طول في مراجعة الوان بلس 12 ار. بالنسبة للتصميم، الجهاز جاي من الظهر ومن الأمام بالزجاج، مع فريم من الألمنيوم، مع شكل الكاميرات اللي معتمدة وان بلس الفترة الأخيرة، اللي هو دايرة هوا وفيها الكاميرات بالإضافة للفلاش. على اليمين عندك الأزرار بتاعت اللي بيعلي ويوطي الصوت وزرار الباور، والناحية التانية عندنا زرار مخصص للصامت. التكة الأولى هتعمل موبايل هزاز، والتكة التانية هتعمل موبايل صامت خالص، وترجعهم وتعمل موبايل عام. عندنا من فوق توجل لاير بلاستر، اللي هو بيحول موبايل كريموت كنترول للأجهزة، سواء عندك شاشة أو عندك تكييف أو أي حاجة بتشتغل بريموت كنترول، فتقدر إنك تستخدم الموبايل كريموت كنترول للأجهزة دي. كمان عندنا السماعات من فوق، من تحت عندنا مدخل الشحن مع درج الشرائح، وجنبهم السماعات. طيب الشاشة من نوع LTPO4 أموليد بتردد 120 هرتز مع سطوع 4500 نت أو 4500 شمعة. شاشة إيدج من الجناب مع حواف قليلة جدا في الشاشة، يعني باختصار كأنك ماسك شاشة في إيدك. الموبايل تقريبا ما فيهوش حواف في الشاشة، وميزة الإيدج في الشاشة إنه بيحسسك فعلا إن أنت ما فيش حواف خالص في الشاشة. دقة الشاشة هنا هو 1.5. حجم الشاشة 6.78 بوصة، يعني تقريبا 6.8 بوصة. صراحة تجربة الفيديوهات هنا هو على الشاشة دي ممتازة. الشاشة من ناحية الدقة، من ناحية الألوان والتفاصيل، الشاشة تحفة جدا. تجربة مشاهدة الفيديوهات على الموبايل ده أو اللعب أو أيا كان، فالشاشة في الموبايل ده ممتازة جدا. عندك بصمة تحت الشاشة سريعة جدا وما بتغلطش، وكمان مكانها مناسب جدا بالنسبة للإيد، لا هي عالية أوي ولا هي واطية أوي. الشاشة بما انها داعمة لل 120 هرتز، فعندك سلاسة لأبعد الحدود يعني، سواء في السكرولينج او في الالعاب، فالشاشه سلسه جدا. وندخل دلوقتي على الكاميرات. بالنسبه للكاميرات، فالجهاز جاي بثلاث كاميرات خلفيه. الاساسيه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه f 1.8، دعم للمثبت البصري ال OIS. عندنا العدسه الثانيه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه f 2.2، والعدسه الاخيره ماكرو بدقه 2 ميجا بكسل، فتحه عدسه f 2.4. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي عدسه واحده بدقه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه f 2.4. واسيبكم دلوقتي مع تجربة الكاميرات الأمامية والخلفية. تجربتي مع الكاميرات ادتني نتائج حلوة جدا من ناحية الألوان والتفاصيل اللي في الصورة. معالجة الألوان في الموبايل ده حلوة جدا، لون السماء والشجر طبيعي جدا. الصورة فيها تفاصيل كتير، حتى لو عملت زوم الصورة مش هتبكسل جامد معاك. يعني ألوان الكاميرات والتفاصيل في الموبايل ده تقدر تعتمد عليها بشكل كبير، مش هتحتاج إنك تتعب في الإيديت بتاع الصور. بالنسبة لصور البورتريه 1 اكس، فبرضه الموبايل بيطلع صور حلوة جدا، وعزله للخلفية ممتاز. وعزل الخلفية في صورة زي صورة النخلة دي فيها تفاصيل كتير، والموبايل محدد الأطراف بشكل ممتاز. يعني الموبايل بيصور بورتريه 2 اكس، والميزة دي بتفرق جدا في تصوير البورتريه، بتخلي الصورة أحسن، واقعية أكتر، وتفاصيل أكتر في الصورة. الصور بالبورتريه 2 اكس مظبوطة جدا كألوان وكتفاصيل، فصورة البورتريه 2 اكس ممتازة. عدسة السيلفي كمان بتطلع صور ممتازة. ألوان الصورة حلوة جدا، ولون البشرة مظبوط جدا. البورتريه في السيلفي صراحة أكتر حاجة أبهرتني في الموبايل ده. الموبايل بيطلع صور ممتازة جدا بالسيلفي في البورتريه، هديلك تفاصيل كتير في الصورة والوان ممتازة، بالاضافة لعزل مظبوط جدا. بالنسبة للاضاءات الداخلية مع البورتريه، الموبايل بيطلع صور حلوة جدا برضو، والعزل فيه ممتاز. صراحة اكتر حاجة عجبتني في الكاميرات بتاعت الوان بلس 12 ار البورتريه بتاعه ممتاز. الموبايل بيحدد الاطراف بدقة عالية جدا، في نفس الوقت بيديك الوان وتفاصيل ممتازة جدا. البورتريه في الاضاءات الضعيفة بتبدأ الدقة تقل شوية، لكنه بيحافظ على الالوان انها تكون مظبوطة وتكون طبيعية اكتر. العدسة الاساسية في الاضاءات الضعيفة صراحة ادتني اداء مبهر كالوان وتفاصيل في الصورة ممتازة. العدسة الماكرو هتدي لك الوان الى حد ما كويسة، لكن مع تفاصيل اقل شوية. بسم الله، دي كده تجربة تصوير فيديو 4K على 60 فريم بموبايل ون بلس 12 ار. خلونا نشوف جودة التفاصيل والالوان وكمان جودة الصوت. هو مبدئيا انا شايف الالوان حلوة جدا، لون السما طبيعي، كمان لون النخل ده طبيعي جدا. اكتبوا لي برضو رأيكم تحت في التعليقات. الموبايل فيه ثبات على 1080-60.
طيب بسم الله، حاليا كده تصوير فيديو على 1080 مع تفعيل الثبات في الفيديو. انا شايف الصورة ثابتة جدا برضه، الصورة ما شاء الله ممتازة يعني. بس دلوقتي ننتقل لتصوير الكاميرا السيلفي في الفيديو. طيب حاليا كده تجربة تصوير فيديو 1080 على 30 فريم في الثانية بالكاميرا السيلفي. دي اعلى دقة في تصوير في الكاميرا السيلفي، وانا حاسس ان العدسة يعني كانت محتاجة توسع شوية عن كده، لان انا حاسس ان راسي بس هي اللي باينة في الفيديو. بس بالنسبة للألوان وكده فلا، الكاميرا السيلفي ما شاء الله ممتازة، الكاميرا الأمامية ما شاء الله ممتازة في التصوير. برضو اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، وبس نسيبكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. ننتقل على طول للأداء. الموبايل ده جاي بمعالج السناب دراجون 8 جين 2، معالج 8 النواة الأقوى من نوع كورتكس اكس 3 بتردد 3.2 جيجا هرتز، مع دقة تصنيع 4 نانومتر، واللي بتوفر في البطارية بشكل أكبر. طيب دخلت ببجي عشان نجرب الأداء. عندنا الجيم تيربو بتاع وان بلس فيه ميزة رهيبة، وهي الشامبيون شيب مود، اللي هو أول خيار على الشمال ده هنفعله. ده بيلغي اي جستشرز موجوده في الموبايل، اللي هو زي زرار الباك لما بتسحب من الجنب، او ستاره الاشعارات، او انك تطلع من اللعبه من تحت. الخيار ده لما بتفعله بيلغي كل الكلام ده، عشان ما تاخدش اي لمسه بالغلط او تنزل شريط الاشعارات، الحركات اللي بتحصل بالغلط دي اثناء اللعب يعني. عايز تلغيه بكل بساطه تسحب من على اليمين كده من فوق، او من على الشمال الناحيه التانية برضو من فوق، وتدوس على اكزيت. خلاص كده طلعت. في ميزه كمان وهي الهايبر اتش دي ار، دي لما بتفعلها بتعزز لك الالوان وبتخلي تجربه اللعب افضل. بالنسبه لاعدادات الجرافيك فعندنا اللعبه بتشتغل على سموث مع اكستريم بلس، اللي هي ال 90 فريم او ال 120 ان شاء الله في التحديث الجاي. فيعني اللعبه دعم ال 90 فريم من غير برامج من غير اي حاجه، ده طبعا بسبب قوه المعالج ال 8 جين 2. او انك تشغلها مثلا على اتش دي ار، لكن هيقلل لك الفريمات لحد اكستريم تقريبا 60 فريم، والالترا اتش دي ار هتخليك تلعب على تقريبا 40 او 30 فريم. بالنسبه لي انا كشخص عايز فريمات هلعب على سموث مع اكستريم بلس. خلونا ندخل جيم سريع علشان نشوف السلاسه بتاعت اللعبه. حاليا البطاريه فيها 99% زي ما انتم شايفين، ودرجة الحرارة 33. خلينا نلعب جيم نشوف درجة الحرارة توصل لكام، وكمان البطارية هتنزل معانا لقد ايه. هنزل على مكان فيه ناس كتير زي المود ده كده، علشان برضو نشوف اللعبة هتعلق معانا ولا لا، نشوف كمان الفريمات. طيب الفريمات عندنا زي ما هي 88 تقريبا 90، ما بتنزلش جامد، وفي الغالب بتكون ثابتة يعني. في واحد هنا. طيب زي ما انتم شايفين اللعبة ثابتة على 90 فريم، مفيش لاج. خسارة جي. طيب حاليا درجة الحرارة 37، وبالنسبة للبطارية فالبطارية نزلت من 99 ل96، يعني تقريبا 3%. تقريبا الجيم خد مني حوالي 6 دقايق،
فالاستهلاك كده ممتاز. طيب هندخل على اللعبة اللي بعدها وهي اسفلت 9. وللمعلومة اسفلت 9 قافلة على 60 فريم، مفيش أعلى من كده، ده من جوه اللعبة نفسها مش من الموبايل. أنا شغال على أعلى جرافيك حاليا. كمان اللعبة الفريمات ثابتة فيها، ودرجة الحرارة زي ما هي 37. خلينا ندخل كمان جيم علشان الجيم اللي عدى بسرعة. الله عاش عليك. الموبايل حقق معايا على الانتوتو سكور 1,219,000 نقطة. كمان بالنسبة للثروتلينج او اختراق المعالج، فالمعالج ما كانش بينزل جامد في الاداء، يعني المعالج مش بيقلل تردداته اثناء اللعب، فمش بيعمل دروب في الفريمات. الموبايل عليه حماية ضد طرطشة المية والغبار بشهادة IP 64، يعني ضد طرطشة المية الخفيفة، مش انك تاخد الموبايل تنزله في جرد المية وبعد كده يبوظ وبعد كده تيجي تقول ان انا مش براجع صح. فنخلي بالنا من النقطة دي، الموبايل ضد طرطشة المية مش انه يغطس جوه المايك. بالنسبه للصوت، فالموبايل جايب صوت ستيريو، سماعه من تحت وسماعه من فوق، وكمان موبايل داعم للدولبي اتموس عشان طبعا تاخد تجربه صوتيه افضل من الصوت العالي. خلونا برضو نجرب الصوت مع بعض ونسمع الصوت بنفسه. بسم الله. الدنيا ايه غير كم بدع بمسي عليك، غير كم حسود ودالي معايا ما يكفي اقب عليك. الدنيا ايه غير كم بدع بمسي عليك، غير كم حسود ودالي معايا ما يكفي اقب عليك. بشكل عام تجربة الصوت في الموبايل ده ممتازة من ناحية التريبل والبيز وكل الحاجات دي، فالصوت هنا نقي ومجسم، والصوت كمان عالي جدا، وبشكل عام الصوت عالي وواضح جدا. بالنسبة لبطارية الموبايل ده، فالبطارية هنا جاية بحجم 5500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط، والشحن جاي في العلبة. تقريبا هيشحن الموبايل من 0 ل 100% في حوالي نص ساعة ل 5 دقايق، يعني تقريبا 25 دقيقة. فيعني اللي هو لو انت مستعجل مثلا عندك مشوار والموبايل فاصل، حطه على الشاحن على ما تجهز وتخلص، هيكون وصل معاك مثلا 80% او اكتر كمان. والبطارية في الموبايل ده هتكمل معاك اليوم مستريح جدا، مش هتحتاج انك تشحنها اكتر من مرة في نفس اليوم، الا لو استخدام تقيل مثلا العاب تقيلة او كده او مونتاج، ممكن تشحنها مرة او مرتين في اليوم. فبرضه هي بترجع على حسب الاستخدام، لو استخدامها خفيف البطارية ممكن تقعد معاك اكتر من يوم كمان، مش يوم بس. بالنسبة للشبكات، فالموبايل شبكاته ممتازة جدا في اي مكان، ما بيسقطش الشبكة، سواء كنت بعيد عن الشبكة او قريب. يعني انا مثلا حاليا قاعد في الدور الارضي، الراوتر في الدور الثاني، والموبايل لايت واي فاي، وعلى طول يعني انا اصلا على طول قاعد هنا. فبالنسبة للشبكات لا، الموبايل يعتمد عليه جدا في الشبكات. بالنسبة للمساحة والرامات، فاصغر مساحة في الموبايل ده 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة اللي بعدها 256 مع 12 جيجا رام، واعلى نسخة 256 مع 16 جيجا رام. نوع الذاكرة UFS 3.1، ونوع الرامات LPDDR5X. تقدر تزود 12 جيجا رام عن طريق السوفت وير. فانا معايا النسخة
256 جيجا مع 16 جيجا رام اللي هي اعلى نسخه، فلو زودت ال 12 جيجا رام بالسوفت وير هيبقوا 28 جيجا رام. لكن اعتقد ان مفيش حاجه للميزه دي حاليا. اصلا اكبر الالعاب اللي موجوده على الموبايلات حاليا او برامج المونتاج والتصوير وكده مش هتاخد اكتر من 6 او 8 جيجا رام بالكتير يعني. ف 16 جيجا رام او حتى 12 جيجا رام انا شايفها كفايه جدا. بالنسبه لبعض الخصائص اللي موجوده في الجهاز، فالجهاز داعم للدولبي اتموس، داعم للدولبي فيجن كمان. مستشعر المكالمات هنا هاردوير مش سوفت وير، ومستشعر المكالمات هنا مظبوط جدا وما بيغلطش. كمان داعم للاي ار بلاستر اللي هو زي ما قلنا بتتحكم في الاجهزه المنزليه اللي عندك، وداعم لخاصيه الان اف سي. ونخش على مميزات السوفت وير. اول واهم ميزه في السوفت وير انك لو عندك صوره فيها شخص او حاجه مثلا وعايز تعزل الخلفيه عن الشخص ده، فتقدر بكل بساطه تدوس دوسه طويله على الشخص او الحاجه اللي انت عايز تعزل خلفيتها، والموبايل بيبدا يحددها لك تلقائي. بعدين بتدوس له على سيف وبس كده هتلاقي الموبايل عزل الخلفيه وبيعزلها بدقه، يعني هتلاقي الحواف مظبوطه جدا في القص. فميزه حلوه هتسهل عليك بدل ما تجيب برنامج فوتوشوب مخصوص علشان خاطر تشيل الخلفيه. ترسم حرف في على الشاشه وهي مطفيه، يشغل لك الفلاش وترسمه مره ثانيه يقفله لك. ترسم دايره يفتح الكاميرا. الاكسجين او اس 14 فهي خفيفه جدا، والانيميشنز بتاعتها ناعمه وسلسه، والواجهه بشكل عام يعني مش بترخم على المعالج. ناعمه وسلسه في الانيميشنز اثناء التنقل بين التطبيقات او الخروج بين التطبيقات، فمش هتحس بتقل في الواجهه. الموبايل داعم لخاصية الاولويز اون ديسبلاي، ممكن تحط نص زي كده، تقدر تختار الالوان، تكتب اي نص انت حابه، تقدر تكبر حجم الخط وتصغره، وتقدر تخليه رفيع او تخين زي ما انتم شايفين فوق كده. عندك الالوان من فوق هنا، تختار اي لون انت حابه، بعدين هتدوس على ابلاي. وبالنسبه لخاصيه الاولويز اون ديسبلاي فانت تقدر تحط خلفيه، وتقدر كمان تغير الالوان اللي بتظهر هنا. بالنسبه للواجهه ممكن اعمل عنها فيديو كامل لان فيها مميزات كتير وفيها اعدادات كتير، فلو حابين اعمل فيديو عن الواجهه اكتبوا لي تحت في التعليقات. بالنسبه لالوان الموبايل فالموبايل بيتوفر ب3 الوان، اللون الازرق اللي معايا ده، واللون الاسود، ولون بنفسجي مميز. طيب كده خلصنا المميزات وبسم الله خلونا نخش على عيوب. اولا عيوب التصميم، الظهر هنا بيبصم جامد لانه جاي من الازاز، فانت غصب عنك لازم تستعمل الجراب. بروز الكاميرات عادي جاي على بروزين كده، فده بيخليها عرضه انها تتخبط او تتكسر، لكن الجراب بيغطيها بشكل كامل. بما اننا ركبنا الجراب ده شكله وسخ كده بالشكل البشع دوت من اول يوم جبته فيه. صراحه لو كان جراب شفاف كان ارحم بكتير من الجراب ده. الجراب ده على طول لم بصمات ووسخ وتراب وحاجه صعبه يعني، مع ان انا استعملت استعمال عادي اللي هو انا يا دوب بطلع من العلبه ويا دوب اصلا حطيته في جيبي، واماكن غمقت زي كده وحاجه صعبه يعني. بالنسبه لعيوب الكاميرات فلاحظت ان جوده التصوير في الاضاءات العاليه جدا زي اشعه الشمس مثلا، الاماكن الفاتحه بتلسع زياده عن اللزوم في الصور، ما بتبقاش بلونها الطبيعي. زي مثلا الرصيف هنا درجه لون الرصيف اغمق من كده شويه. نفس الكلام برضو على لون البنطلون الابيض، الصوره لاسعه شويه. ونفس الكلام برضو ينطبق على التيشيرت الابيض اللي في الصوره دي. في العدسه البورتريه لاحظت في بعض الصور ان التحديد مش مظبوط، في اماكن مش متحدده كويس، زي مثلا صوره اخويا هنا الدراعات من على اليمين والشمال الصوره مش متحدده كويس، لكن اعتقد المشكله دي ممكن تتحل بتحديث سوفت وير. كمان لون البشره بالكاميرا الخلفيه فاتح بزياده وفيها سنه لسعان. تصوير الفيديو ممتاز كالوان وتفاصيل، لكن في سنه لسعان خفيفه كده في الصوره، واللسعان ده بيكون ظاهر اكتر لما بتفعل وضع الثبات اللي هو الاو اي اس. باينه في الرصيف، هتحس لون الرصيف فاقع بزياده. الكاميرا سيلفي في الاضاءات الداخليه صراحه ما عجبتنيش، الصوره يا اما بتلسع قوي في الالوان يا اما بتغمق جامد، ولون البشره مش مظبوط. لون البشره فاتح بزياده ومفيش تفاصيل جامد في الصوره. لون البشره مش مظبوط قوي في تصوير الفيديو بالسيلفي، محتاج انه يتحسن عن كده. وبرده في سنه لسعان في الالوان الفاتحه. البورتريه في الاضاءات الضعيفه مش بيحدد الاطراف بدقه، فالبورتريه هنا في الاضاءات الضعيفه مش احسن حاجه. هو كالوان مظبوط لكن تحديد نفسه مش مظبوط. والكاميرا في الاضاءات الضعيفه دقتها نوعا ما قليله، وممكن في حاجات في الصوره يبقى بعدها زغلله شويه زي العلبه اللي جنب الورده دي مثلا. والعدسه الماكرو في الموبايل ده ما عجبتنيش صراحه. العدسه بتطلع صور غامقه شويه وفي نغمشه شديده شويه في الصوره، يعني اقل زوم هتعمله في الصوره هتشوف بيكسلات بعد كده. فصراحه العدسه الماكرو هنا مش احسن حاجه. اغلب مشاكل التصوير ممكن تتحل بتحديث سوفت وير، لكن الله اعلم امتى تتحل المشاكل دي. مفيش مدخل 3.5 مللي الخاص بالسماعات. العلبه مش جاي فيها الوصله اللي بتحول مدخل تايب سي ل 3.5 مللي بتاع السماعات. كان معايا قبل الموبايل ده بوكو اكس 3 برو، لكن للاسف انه جاب بورده فجبت الموبايل ده. البوكو كان فيه خاصيه بتخلي لما يجي اشعار فصوت الاشعار ما يغطيش على صوت الحاجه اللي انا بسمعها، مثلا لو كنت مشغل فيديو او اغنيه او اي حاجه. الطبيعي ان صوت الاشعار بيخلي صوت الحاجه اللي انت مشغلها توطى شويه لحد ما الاشعار بيخلص، بعد كده بترجع تعلى تاني على نفس درجه الصوت اللي انت كنت حاططها. فكان في ميزه في البوكو اكس 3 بتلغي الحركه دي، لكن للاسف انا مش لاقيها في الموبايل ده. مكان الاشعارات لو كنت تسمع فيديو او
حاجه وعامل موبايل بالعرض، فمكان الاشعارات جاي نازل لتحت زياده هنا. هو جاي حجمه صغير لكنه نازل زياده لتحت، فهم كده كانوا ما عملوش حاجه برضه. العلبه بيجي فيها الموبايل مع جراب باللون الازرق الفاتح، والموبايل جاي عليه سكرينه محطوطه بشكل مسبق من الشركه، وده بوص الشريحه، وشاحن الموبايل بسرعه 100 واط مع وصله الشاحن من التايب A للتايب C، بالاضافه لكتيبات التعليمات وبعض الاستيكرات. بالنسبه لسعر الموبايل فهو حاليا في مصر مش موجود منه غير النسخه الكبيره 256 جيجا مع 16 جيجا رام ضمان دولي، موجود على سمارت كوش. سعر الموبايل 30000 للنسخة الكبيرة 256 جيجا مع 16 جيجا رام. بالنسبة لرأيي في الجهاز، فالجهاز ممتاز جدا من ناحية الأداء. من ناحية الكاميرات ممكن يكون في حاجات أحسن منه في نفس الفئة، لكن في المجمل الموبايل ممتاز. الموبايل ده هياخد 8 من 10. فلهنا نكون وصلنا لنهاية المراجعة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا من المراجعة. طبعا لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحط لايك الفيديو واكتب تعليق جميل زيك، واكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عن انهي موبايل. وبس، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديده ومراجعات جديده. مع السلامه.